السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم عزة من قناة ابداعات عزة. زي ما انتم شايفين كده ده غدانا النهاردة. حبيت كده ان انا اصور معاكم لقطات بس كده منه ونتكلم فيه شوية. علشان الفيديو طبعا انا عملته كتير قبل كده، عملت المحشي كذا مرة معاكم بكذا طريقة بكل حاجة يعني فيه. فكان غدانا النهاردة محشي كرنب وفلفل وممبار ضاني وفراخ. فانا حبيت كده ايه، ان انا اصور معاكم الفيديو ده علشان نتكلم في تفاصيل ممكن نكون بننسى نقولها داخل الفيديو، ممكن تكونوا مستعجلين وانتوا بتتفرجوا على الفيديو فالمعلومات بتضيع منكم. فقلنا النهاردة نتكلم حاجات كده عن محشي الكرنب والمحشي عموما. ولو انتوا كمان عندكم اي سؤال اي استفسار اكتبولي في الكومنتات، وكمان لو انتوا عندكم اضافات اكتبوها لي برضو، كلنا بنستفيد من بعض. طبعا انا هنا كنت قاعده بقى بحشي محشي الكرنب، وجت على بالي فكره ان انا اصور معاكم الفيديو باللي انا هعمله النهارده ده، ان انا هنتكلم بس فيه مش هنشرح تفاصيل كتير. لكن لو عايزين تفاصيل المحشي بالخطوات والعمايل والكلام ده كله هتلاقوها في القناه موجوده كذا مره. طبعا محشي الكرنب من البداية، الكرنبة لما بتشتريها بتشتري الكرنبة اللي هي مش مكتومة ومش مهوية من جوه. يعني الكرنبة كده تكون ملفوفة لفة كويسة، وتكون بتخبطي عليها كده تطبل، وتكون الكرنباية كده مدورة تدويرة اللي هي بيقولوا عليها ايه، مش عارفة يعني بيقولوا عليها زي الطبلية كده يعني عشان بتبقى مدورة وكده. تخبطي عليها بايدك كده تحسي ان انت بتسمعي صوت، بس هي مش مهوية ومش مكتومة. كمان الورق بتاعها ما يكونش اخضر غامق كده، لا يكون بس الورق الخارجي هو اللي اخضر. وتفتحي كده بين الورق تلاقي الورق كده لونه فاتح وخفيف، مش مليان عروق ومش تخين كده. خلاص خلصنا شراء الكرومبة، هنروح بقى على البيت عشان نسلقها. طبعا بتقطعيها بقى زي ما يكون ورقة ورقة او بتقوريها، وبتروحي تعمليها بقى في المية دي ما بتحطش فيها غير معلقة سكر ومعلقة كمون. ما تحطيش ملح خالص لان الملح بيخلي الورق بتاع الكرنب يجلد. وكمان لو هتشيليه في الفريزر هتخليه برضو لما تطلعيه وتيجي تسويه يبقى مجلد ومش حلو خالص. لكن السكر لما بيتعمل بيخلي الورق كده ريق وكمان مسكر، وكمان بيحافظ على الورقة كده طرية ومش بتجلد ابدا مهما تشيليها في الفريزر او تعمليها طازة. الورقة بتبقى معاكي طرية وزي الزبدة. طبعا بنسلقه طبعا وبنقطعه تقطيع طبعا المناسب ليكي، بنشيل العروق وبعد كده بنلفه رول وبنقطعه يعني في مقدار 4 صوابع كده. وبرده لما بتقطعي الورقة نفسها اللي انت قطعتيها دي بتقطعيها برضو على حجم كف ايديكي كده 4 صوابع، علشان لما تلفيها يبقى كل المحشي سوا واحد وقد بعضه، وكمان ياخد وقت كل واحد يعني وقت واحد في السوا، ما يبقاش فيه صباع مثلا كبير وصباع صغير فما ياخدوش سوا بعض، لا يبقى كل المحشي واخد نفس السوا. طبعا الخلطة بقى مفيش اسهل منها. البصل طبعا اهم حاجة في المحشي، كمية بصل كده حلوة. في الشتاء ده انا بحب اعمل المحشي بزيت لان السمنة بتجرمس كده وبتخلي المحشي مطفي ومش بيلمع كده وبيبقى مفلفل وبيبقى حلو. في الصيف ممكن احط سمنة وزيت، لكن في الشتاء لا بحب احط زيت بس. ممكن بقى احط بعد كده في الاخر معلقة سمنة بلدي على الوش المحشي، فبيديله بقى ريحة وطعم جميل جدا كأنك عاملاه كله بسمنة. طبعا الطماطم برضو ما بحبش اعصرها عصير، يعني بحب اضربها في الخلاط كده او في الكبة بحيث تكون زي اللي متقطعة صغير كده، بتبقى حلوة وبتبقى كده للمحشي مدية سكارة للمحشي وطعمها بيبقى تحفة جدا. طبعا بنحط بقى مع الطماطم والبصل وهم على النار بنحط سكر. ما بحطش بعد كده، بسيبهم يتسبكوا وبعد كده بنرجع بقى نحط المحشي. طبعا المحشي الاكتر حاجة بتخلي ريحة المحشي بتاعك جايبة اخر الشارع هي الخضرة. الخضرة المحشي طبعا بتكون خضرة مشكلة، شبت بقدونس كزبرة نعناع اخضر او ناشف. كله بيتحط لما يكون التسبيكة بتاعتك تكون باردة مش سخنة. يعني بعد ما بنسيب التسبيكة تبرد خالص بعد كده بنحط عليها الرز وبنحط التوابل، وبعد كده بنحط الخضرة. وأهم حاجة طبعا في المحشي هي الخضرة. وتضيفي مثلا كميات كبيرة مش كميات صغيرة، لا تضيفي كميات كبيرة من الخضرة، يعني رابطة من كل حاجة، شبت بقدونس كزبرة نعناع بقى لو ناشف حطي كام ورقة كده أو كام عود، أو لو النعناع بتاعك ناشف هتحطي بالمعلقة الصغيرة كده معلقة مع التوابل. التوابل بتاعتنا طبعا بتكون عبارة عن ملح فلفل كمون كزبرة ناشفة 7 بهارات. بابريكا طبعا لو عايزة لون المحشي يكون أحمر وحلو.
طبعا اي حاجة تانية يعني مش عايزين نضيع طعم المحشي ولا ريحة المحشي في التوابل الكتير، هي دي اقصى حاجة ممكن تحطيها. فلفل اسود، كمون، كزبرة، 7 بهارات، نعناع ناشف بقى لو ما حطيتيش نعناع فريش. طبعا احنا بنحط الاول الرز، وبعد كده بننزل عليه بالتوابل، بعد كده بننزل عليه بالخضرة. كده ريحة الحاجة كلها بتبقى باينة وواضحة، وبتبقى طعمها حلو، وريحة المحشي بتاعك تجيب لاخر الشارع. اخر حاجة ممكن تحطيها بالذات محشي الكرنب، ممكن احط معلقة توم مفرومة بقرن فلفل حامي كده، بيديله طعم حلو جدا في الاخر كده على الني، مش على مستوي يعني، بخليه كده زي ريحة كده في الآخر وأنا بقلب الخضرة. آخر حاجة بحط معاها دي معلقة توم مفرومة معاها مع قرن فلفل حامي، وبنزل بيهم. وطبعا لو حابة انك تحطي شطة بقى في المحشي حطي، وانتي في الخلطة مع التوابل وكده حطي الشطة بتاعتك. مش حابة طبعا يكون في شطة ما تحطيش شطة خالص، وهيبقى طبعا حلو لو انتي بتحبيه كده. ده طبعا الفلفل اللي انا بقوله لكم، هو ده الفلفل اللي انا بحب احشيه. طبعا الفلفل ده بيكون سبايسي وتحفه جدا جدا. ما بحبش الفلفل الرومي اللي هو ده، مبيبقاش ليه طعم خالص، لكن الفلفل ده مختلف خالص. اهو بوريكم ان انا بحشيه زي البتنجان كده، وزي الحاجات اللي احنا بنعبيها. طبعا بنكون مقورينه من جوه وشايلين اي خيوط بيضه فيه او بذور او اي حاجه، وبيبقى قلبه فاضي من جوه خالص. خلاص كده احنا خلصنا التسبيكة وخلصنا كل حاجة. طبعا اللف بتاع المحشي طبعا انتوا شفتوا معايا طول ما انا بتكلم، كنت بحشي معاكم ورق الكرنب، مفيش اسهل منه. البتنجان والفلفل زي ما انتوا شايفين كده بنعبيهم، وطبعا مش بنحشيه للاخر، بنسيب فيه جزء كده بتاع السوا، ان هو لما يستوي هينفش يعني هيكتر في الحلة، وهياخد بقى المساحة كلها. يعني ما تعبوهوش للاخر ولا من فوق ولا من تحت، تسيبيه كده مهوي من تحت ومن فوق. طبعا دي كانت الوزة كده، كان فيها اخر ورقتين لقيتهم كبار، فقلت اخدهم ايه اعملهم صوابع كده زي ما انتم شايفين. وبقيه الوزة طبعا انتوا عارفين الوزة دي اللي تبقى في قلب الكرنبة من جوه، بتبقى جميلة جدا. بتلم بقى لو في رز فايض ولا حاجة او كده، بنحط بقى فيها الرز على حسب ما احنا عايزين. بس انا لقيت بقى عندي الرز كنت عاملة خلطة يعني بزيادة شوية، ففاض مني حوالي كده كوباية رز. عشان طبعا الوزة طبعا بنحشي بين الورق بتاعها وبنلف الورق عليها زي ما انتم شايفين كده، دي بتبقى حاجة حلوة قوي وتصبيرة كده بين لحد ما الاكل يستوي، دي معروفة يعني. بناخدها اول حاجة ناكلها لحد لما نغرف بقى المحشي ونقعد ناكل. خلصنا بقى كده المحشي بتاعي. انا طبعا فاض مني رز، فكان عندي ممبار ضاني طلعته عشان احشيه، فلقيت برضو ان المحشي كمية الرز دي بس مش هتقضيه، فعملت بقى خلطة ليه ني في ني وحطيتها عليها. ني في ني يعني ايه؟ يعني ضربت في الكبة كده بصلاية وطماطماية، ونزلت بيهم على طول في الطبق، وحطيت عليهم الرز المغسول والخضرة بتاعتي برضو زي ما احنا قلنا، وزيت طبعا اهم حاجة عشان الرز يستوي ويبقى مفلفل. وبالقمع بقى ايه حشينا الممبار الضاني ده، لانه كان رفيع جدا جدا. اهو ده كده كان السلق خلاص. انا بسلقه عادي في ميه وزي الشوربه كده، وبطلعه كده في مصفى يتصفى، وبعد كده بنحمره في الزيت وبناكله، بيبقى تحفه قوي قوي. خلاص كده ده كان المحشي. طبعا خلطة الممبار اساسي بتبقى ني في ني، بس انا طبعا كملت على الخلطة بتاعتي، عملت خلطة ني في ني وقلبت الاتنين مع بعض وحشيت بيها الممبار، وخلصت الخلطة بتاعتي تماما. محشي الكرنب طبعا واحنا بنسقيه، الشوربة طبعا تكون سخنة جدا ومتحيقة كويس قوي. بنسقي طبعا الشوربة بقى معانا في الحلة. طبعا انا غطيت بقى بالورقتين دول، هقول لكم ليه دلوقتي. بس بنسقي بقى لحد اول صباع كده في المحشي. انا بحب الشوربه بتاعته تبقى كتير بصراحه، لان احنا بنحبه مستوي زياده عن اللزوم. فبغطي كده لحد اول رص خالص، اول رصه خالص في الحله من الكرنب، وبهز الحله كذا مره لحد ما اتاكد ان الشوربه دخلت في كل الحله. بغطيها بقى بورق الكرنب ده عشان يكتم لي البخار ويخلي لي المحشي مستوي كله زي بعضه. وبحط كمان الصينيه دي علشان تحافظ لي على ان صوابع المحشي ما تفكش لما يكون بيغلي ولا حاجه، ما تفكش من بعضه، يفضل الصباع بصباعه. وبيغلي طبعا اول غلوه، وبعد كده بوطي عليه النار خالص زي الرز لحد لما يستوي. وهنا كنت خلاص حمرت الممبار في الزيت. ده طبعا شكله اهو تحفه، يفتح النفس بصراحه، وريحته كانت تجنن، وطعمه كمان جميل جدا. الضاني ده كمان بيبقى ما شاء الله حلو قوي، احسن من اي ممبار عادي. وهنا كمان المحشي بتاعي كان استوى، شلت بقى الورق وشلت الصينيه. شايفين ما شاء الله الصباع بصباعه ومفيش حاجه اتحركت من مكانها، وكله مستوي بألف هنا وشفا، زي ما شفتوا سفرتنا في اول الفيديو. اشوفكم على خير، سلام عليكم.